استاذ علاء معايا. ايوه يا بيه معاك، اتفضل. والله يا بيه ابني نازل من السفر واتمسك في المطار، وبسال قال لك تقريبا قضيه تشابه اسماء، هنعمل ايه يا بيه؟ طيب ان شاء الله لها حل، ما تقلقش. في الحاله ديت ممكن حضرتك تتصرف ازاي؟ لو حضرتك اتحطيت في الموقف دهوت وفوجئت وانت ماشي في الطريق اتقبض عليك، او انت مسافر او جاي من السفر واتقبض عليك وقال لك ان في قضيه عليك وفي حكم عاوز يتنفذ، وللاسف لا هي قضيتك ولا هو الحكم بتاعك، ولكن في تشابه اسماء بينك وبين المتهم. تابع حضرتك معايا الفيديو للاخر، وما تنسانيش من اللايك والكومنتات، وشير الفيديو على اوسع نطاق عشان تعرف الاجابه. في الحاله ديت حضرتك لو تعرضت للموقف دهوت واتقبض عليك او اتمسكت وقالوا لك ان في حكم عليك وان الحكم دهوت لازم يتنفذ او يتعمل فيه اجراء، وهو في الاخر تشابه الاسماء، ازاي تتصرف في الحاله دي؟ احنا عندنا حاجتين اتنين. لو في حالة الاحكام الجزئية حضرتك او الوكيل بتاعك اللي هو المحامي بتاعك بيقدم طلب للنيابة العامة باجراء تحريات، وبتاخد صورة رسمية من المحضر القضية اللي انت مقبوض عليك فيها، وبتروح للاسم او المركز اللي انت تابع ليه وبيعمل عليك تحريات، وبيشوف المحضر دهوت من خلاله بيشوف السن، بيشوف رقم التليفون، بيشوف بطاقة الرقم القومي، رقم بطاقة الرقم القومي، واحيانا بتجيب صورة من شهادة الميلاد بتاعتك عشان يعرفوا اسم الام بينك وبين المتهم الحقيقي، وبيردوا في الحالة ديت على النيابة العامة بان في تشابه اسماء وان القضية دهيت مش خاصة بحضرتك. طب لو الاحكام هنا احكام جنائية، في الحالة دهيت بتعمل حاجة اسمها شهادة تصرفات. شهادة التصرفات دهيت تبقى صادرة من مديرية الامن اللي انت تابع لها، موجهة للنيابة العامة، والنيابة العامة برضو طبعا من خلال المحضر بتشوف ايه الفروق بين الشخص دهوت وبين المتهم الحقيقي، وبترد على شهادة التصرفات دهيت وبتقول والله ان الشخص اللي مقبوض عليه دهوت مش هو الشخص المعني بالحكم او المعني بالقضية، وبالتالي بتخلص القضية. حضرتك خلصت المعلومة بتاعتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.